أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ما خلقنا إلا لغاية واحدة شريفة: ليعبدون. والله عز وجل ما يريد من أي مخلوق رزقا أو طعاما، فربنا هو الرزاق صاحب القوى المتين عز وجل. قد يكون أحدنا عبد ربه بعبادات كثيرة من صلاة وزكاة وحج وصوم وصدقة وصلة أرحام وصدق حديث ومساعدة محتاج وأداء أمانات، إلا أنه ربما لا يكون عبد ربه ولو مرة واحدة في حياته مع عمره المديد بعبادة التفكر في مخلوقات الله عز وجل، على الرغم من أن الله عز وجل حثنا على عبادة التفكر، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل شأنه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات في القرآن الحاثة على عبادة التفكر والتأمل والتدبر بالجملة. إخوتي في الله،
موضوعنا عنوانه عبادة التفكر المهجورة، أو إن شئتم سموه تأمل وتدبر. عبادة التفكر المهجورة. إخوتي في الله، من منا خرج يوما من بيته فمشى بين الحقول والمزارع، أو تنقل بين الحدائق وحده يتأمل في مخلوقات الله ويتفكر في بديع صنع الله ويتدبر في قدرة الله عز وجل. من منا فعل هذا؟ من منا صعد يوما إلى سطح داره فنظر إلى السماء وارتفاعها، أو نظر إلى السماء واتساعها، أو قلب ناظريه بين نجومها وبين كواكبها وعجب، ثم قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة مهجورة والذي لا إله إلا هو. فتعالوا بنا في هذه الدقائق نخاطب القلب والعقل معا. إنه لقاء يوقفك على بعض عظمة خالقك، إنه يلفت نظرك وينبه عقلك ويوقظ وجدانك ويحيي الإيمان المخدر في النفوس. إنه سياحة فكر وراحة قلب وإيقاظ ضمير. فاللهم اجعلنا ممن لا يهجرون كل العبادات، اللهم آمين. تعالوا ننظر في كتاب الله المنظور بعدما سمعنا في الصلاة آيات من كتاب الله المقروء. تعالوا بنا نتعرف على عظمة الصانع من خلال بديع صنعه في صنعته. الأعرابي الجاهل البسيط تعرف بالصنعة على الصانع لما خرج يوما إلى الصحراء فوجد بعر الجمل ولم يجد للجمل أثر، فنظر في الأرض فوجد آثار الأقدام، فأمسك البعر في يده وتفكر ثم قال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري ذات فجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ الأعرابي تعرف بالصنعة على الصانع. الشافعي والزنديق. التقى زنديق يوما بالإمام الشافعي فقال له: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فقال الشافعي: ورقة التوت. ورقة التوت. قال الزنديق: وكيف ذلك؟ قال الشافعي: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال الزنديق: بلى. قال الشافعي: تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا،
وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. فمن الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الملك. بورقة التوت، ورقة طعمها واحد في كل شجر التوت، لونها واحد في كل شجر التوت، ريحها واحد في كل شجر التوت. تأكلها النحلة فتلقيها عسلا، تأكلها دودة القز فتخرجها حريرا، تأكلها الظبية فتخرجها مسكا، تأكلها الحيوانات فتخرجها بعرا منتنا. فمن الذي فعل هذا؟ إنه الله عز وجل. أخي الكريم، نظرة في شجرة، بالله عليك نظرة واحدة ماحصة فاحصة في شجرة. ألم تقف مرة وأنت بين الحدائق أمام شجرة عظيمة؟ أولم تلفت نخلة يوما نظرك فوقفت أمامها وتفكرت فيها؟ شجرة عظيمة جذورها في الأرض ممتدة، أغصانها في السماء مرتفعة. ألم تسل نفسك يوما ما أصلها؟ الشجرة دي أصلها إيه؟ بذرة صغيرة جدا. أصل هذه الشجرة، هذه النخلة العظيمة، كانت مختفية في النواة. سبحان الملك. هذه الشجرة العظيمة خرجت من بذرة صغيرة. من الذي أخرجها؟ من الذي كان من ورائها؟ من الذي أخرج الحي من البذرة الميتة؟ إنه الله عز وجل الذي يخرج الحي من الميت. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون الندرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين ناضرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. النخلة وشجرة البطيخ. رجل مجادل قال لأحد علماء المسلمين: يا هذا، تزعم أن ربك حكيم في كل شيء؟ قال: أي نعم. قال: وأين الحكمة؟ والنخلة العظيمة ثمرها لا يزيد طوله على طول الإصبع السبابة، البلحاية. وشجرة البطيخ على الأرض، والثمرة عظيمة أعظم من رأس الإنسان. إنسان إيه؟ أعظم من رأس أحيانا 5 بني آدمين مع بعض. هو عايز يقول الحكمة إن النخلة القوية دي الفتية العالية تطلع بطيخ، وشجرة البطيخ اللي واقفة على وش الأرض المكسحة دي تطلع حاجة على قدها، بلحاية. ويرى أن الحكمة أن النخلة والشجر الكبير يطلع ثمر كبير. فتركه العالم
فنام المجادل تحت نخلة، قال له هأيل تحت النخلة، وإذا بربك يرسل الهواء فيهز النخلة وتسقط بلحة من النخلة، تسقط من ارتفاع يجي 5 متر وتنزل على رأس الرجل كالقنبلة دب. فقام من نومه مذعورا. قال العالم ماذا دهاك؟ قال سقطت بلحة من هذه النخلة على رأسي فأوجعتني. قال وتزعم أن الله غير حكيم؟ احمد الله أن النخل لا يثمر بالطيخ. احمد ربنا يا مجادل، كانت بطيخة فلقت دماغك. احمد الله أن النخل لا يثمر بالطيخ. سبحان الله، عالم النبات مذهل مدهش. تجد نبات واحد صنف واحد من الفاكهة، منه الحلو ومنه المالح الحامض ومنه بين زي البرتقال مثلا، منه الحلو منه الحامض ومنه بين. تغرس الحامضة بجوار الشجرة التي تثمر الحلو في أرض واحدة وتسقى بماء واحد وتسمد بسماد واحد، وهذه تخرجه حلوا وهذه تخرجه حامضا. من الذي وراء هذا؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ علماء الفلك يكتشفون حقيقة مذهلة، ولكن القرآن سبق. علماء الفلك يقولون إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة سرعة الضوء 300,000 كيلو متر. سرعة الضوء في الثانية الواحدة قد ايه؟ 300,000 كيلو متر. ويقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلو متر. واضرب 300,000 في 60. أي نعم. فالضوء ينطلق من الشمس فلا يصل إلى الأرض إلا في رحلة تستغرق 8 دقائق تقريبا، يعني 8 في 18 مليون كيلو متر تعمل كام؟ 8 في 18 8 في 10 ب 80 و8 في 8 ب 64 يبقى كام؟ 104 60 ايه 144 مش كده؟ 144 يعني بيننا وبين الشمس 144 كيلو متر، مليون كيلو متر، 144 مليون كيلو متر تقريبا. تقريبا. عشان نور الشمس يصلك يستغرق رحلة طولها كم دقيقة؟ 8 دقائق. ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد رحلة تمتد 4 سنوات. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 100 سنة. ومنها من يصل نوره وضوءه بعد 1,000,000 سنة. فأين هذا النجم؟ فين النجم ده اللي ضوءه عقبال ما يوصل لنا بياخد 1,000,000 سنة، وسرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلو متر؟ قال لك دي حقيقة مذهلة. أين تقع هذه النجوم؟ قالوا ما نعرفش، دي بعيدة جدا. قلنا اكتشاف مذهل، لكن القرآن سبق. إلى في آخر الدرس قلنا تريد أن تعرف أين تقع؟ أحضر القرآن واقرأ في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم
لو تعلمون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. السؤال: أولم يلفت نظرك مرة وأنت تقرأ الواقعة أن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم؟ النجوم احنا شايفينها، هو قال فلا أقسم بمواقع، ليه ما قالش بالنجوم؟ وليه قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ ما قالش على طول وإنه لقسم عظيم. ليه؟ لأن في القضية سر، لأن الله يعلم أنه ليس كل أحد من الناس يحيط بمواقع النجوم، فلو علمتم ما بينكم وبين النجوم من بلايين البلايين من السنوات الضوئية لعرفتم أنه قسم عظيم. والعجيب يا أخي مع هذا البعد نراها بأعيننا زينة للسماء. الله، يبقى الذي فعل هذا عظيم، إله قدير. يبقى ننظر ونقول ربنا سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. الشمس والقمر بحسبان. قال علماء الفلك لو اقتربت الشمس من أرضنا شبر لاحترقنا، ولو بعدت شبر لتجمدنا. فمن الذي وضعها في مكانها المناسب؟ الله. الشمس والقمر بحساب، حسبان على وزن فعلان، يعني صيغة مبالغة، يعني حساب ما يخرش المية. مش ممكن لو اقتربت شبر نحترق. ده النهارده يوم حر وعمال تنفخ والمراوح شغال، أما لو قربت شبر تموت، ولو ابتعدت شبر تتجمد. من الذي وراء هذا؟ إنه الله عز وجل. أخي الكريم، أولم تلفت نظرك نملة؟ أولم تراقب يوما النمل؟ تقول النمل لا بصراحة أنا عمري ما شفت النمل، أصل إحنا ما عندناش نمل في البيت. يا راجل ده أنت لو فتشت يمكن تلاقي تماسيح. قال ما عندناش نمل. ما فيش يا راجل، عمرك ما نظرت لعالم النمل؟ عكف علماء الحشرات مدة طويلة من الزمن يجرون بحوثا ودراسات حول عالم النمل، ووضعوا أجهزة للمراقبة والتصوير وأجهزة أخرى فوق السمعية تسجل ما لا يسمعه البشر للتسجيل، يسجلوا الأصوات ويصوروا الحركات. بعد زمن طويل خلاصة الأبحاث إيه؟ الواحد: لقد تبين لنا أن النمل أمة منظمة دقيقة كأمة البشر، وربما تفوقت على أمة البشر في النظام والدقة. صح، انت عندك صورة اسمها صورة ايه؟ النمل، حشرة شريفة. اي نعم، قالوا النمل أمة كأمة البشر. للنمل قوانين اقتصادية وقوانين سياسية وقوانين عسكرية وقوانين اجتماعية. ازاي؟ قالوا للنمل نظام اقتصادي خاص في التوفير ورصد الاحتياطي لوقت الحاجة وحفظ المخزون بطريقة عجيبة مذهلة. النمل بيحفظ المخزون طريقة عجيبة. هو عشان يعمل بيات شتوي طول الصيف بيعمل ايه؟ بيخزن. التخزين ده نظام اقتصادي لوقت الحاجة.
لو الحب أصابه البلل يخرجه وينشره في الشمس يجففه، يأخذ الحبة إلى جحره قبل أن ينزل بها ينشرها نصفين يشقها 2. ليه؟ لأنها لو في بطن الأرض في جحر النمل ومستها رطوبة هتنبت، ولو نبتت تطربع بيت النمل تطلع تهده، فيشق الحباية نصفين عشان ما تنبتش. كل حبة يشقها النمل إلى نصفين إلا حبة الكزبرة شقها إلى 3 أجزاء. عجب العلماء، إيش معنى؟ فأخذوا حبة الكزبرة وشقوها نصفين وزرعوا كل نص لوحده. تخيل كل نص لوحده نبت. شقوها 3 وزرعوها فلم تنبت. من الذي علم النمل هذا العلم؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهادي يا أخي، الهادي. بل وللنمل نظام سياسي، للنمل ملوك ورؤساء وقادة. الملك له نمل، النمل له ملك، حاكم ملك ورؤساء وقادة. بل وللنمل جيوش، صح ولا مش صح؟ كل نمل عامل جيش من النمل، جيش مقاتل وحمايات. بل ويقوم النمل بغزوات وحملات عسكرية على قرى النمل المجاورة ويأسر ويسجن. حتى النمل مفتري والله العظيم بيحارب. عمرك ما شفت نمل اسود مثلا بيتخانق مع نمل اصفر؟ جيوش وبيأسروا، يأسر وعامل سجون في جحره تحت. سبحان الملك، سبحان الملك. تعلم منه، اتعلم انت منه، بس اتعلم انت منه. ومن هنا قال العلماء لقد تبين لنا أن النمل أمة كأمة البشر في الدقة والنظام. قلنا هذا اكتشاف رائع، ولكن الأروع أن القرآن قد أخبر بذلك قبل 1400 عام. قالوا أين ذلك؟ وكيف أخبر أن النمل أمة؟ قلنا في سورة الأنعام قال ربنا عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هو النمل بس اللي أمة؟ كل الدواب النحل أمة، السمك أمة، الطير أمة. من الذي أخبرنا بهذا؟ الله. يبقى يقينك يزداد، يقينك يزداد. شاعر بيقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اللهم تب علينا جميعا. ثانيا قالوا كانت البشرية، كل البشرية حتى القرن 19 وأواخر القرن 20 يظنون أن النملة حشرة لا تنطق ولا تتكلم، صح؟ ولكن النملة بتتعامل بالإيه؟ بالإشارات، صح؟ مش ده كلنا، مش ده اللي احنا عارفينه؟ قالوا تتعامل مع أخواتها النمل بالإشارة وبالإيحاء وبغير ذلك، حتى قال بعضهم بل تفرز مادة كيميائية. وبعدين لسه من كم سنة فاتوا، ما يجوش 20 سنة، قالوا لا ده النمل بيتكلم.
طب بيتكلم اسباني ولا عربي ولا انجليزي ولا بيتكلم ازاي؟ قالوا بفضل أجهزة التسجيل فوق السمعية التي تسجل الأصوات التي لا تسمعها الأذن. تبين لنا أن النمل يصدر أصوات، صوت، ويتكلم وينطق. هذا اكتشاف مذهل. قلنا الأعجب منه إن القرآن قد أخبر به وسبقكم إليه. فين؟ في سورة النمل يا أخي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت يعني ايه؟ اتكلمت. يبقى تحمد الله انك مسلم ويزداد يقينك فيما أنت عليه من الهداية والحق. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. سلوهم هل كان عند النبي أجهزة تسجل الأصوات التي لا تسمعها الأذن؟ هل كان عنده أجهزة للتنصت؟ هل كان عنده أجهزة فوق السمعية؟ أبدا. من أين جاء بهذا العلم إذن؟ ومن الذي أخبره به إذن؟ إنه الله عز وجل. العقعق والتمساح. العقعق والتمساح. العقعق طائر صديق التمساح، يشبه السمكة التي تصادق الحوت وسمكة القرش اللي اسمها قملة القرش. منها ملازمة نمسى منها ايه؟ قملة القرش. سمكة طويلة كده على طول مع سمكة القرش. سمكة القرش تصطاد الفريسة تأكلها ثم تفغر فاها. السمكة الثانية اللي اسمها قملة القرش تدخل في فم القرش وتأكل اللحم من بين أسنانه. والقرش مبسوط كده فاتح. مصلحة تبادلية، شايلني وشايلك. تنضف له اسنانه دي الخلة بتاعته وتاكل. برضه طائر اسمه العقعق في البر يفعلها مع التمساح. طائر عجيب صغير زوده الله بشوكة في رأسه. شوكة إذا اصطاد التمساح الفريسة وأكل فغرفاه، فيأتي الطائر ويقف في داخل فم التمساح ويأكل نساير اللحم اللي بين سنانه. يأكل. تمساح قادر إذا الطائر خلص أكل ونظف له اسنانه يهم التمساح بأن يغلق عليه ويأكله، فإذا أغلق فمه طعنه الطائر بالشوكة التي في رأسه في حلقه. يقفل شوكة دبوس يروح نغزه بسرعة يفتح الفم فيطير الطائر. من الذي وراء هذا الإبداع يا أخي؟ الله يا أخي، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النعاب. هل تعرفون النعاب؟ هل تعرفون النعاب؟ ما هو النعاب؟ زمان قبل الإسلام كان العربي وهو رايح الشغل الصبح إذا أمه دعت له ولا زوجته ولا بنته من الأدعية يقولوا له إيه؟ رزقك رازق النعاب في العش. رازق النعاب في العش. برضه ما قلتش إيه هو النعاب. النعاب فرخ الغراب. النعاب فرخ الغراب. الغراب طائر يبيض. إذا باضت أنثى الغراب ترقد على بيضها كسائر الطيور، فإذا خرج الفرخ من البيضة
تركته وطارت، ما تعرفوش. أنثى الغراب في قمة الندالة. بتشوف العصفور بيصطاد ويجي يأكل ابنه، يهضم نصف هضم ويخبي الطعام في الحوصلة، وبعدين ايه؟ يحطه في فم الفرخ، مش كده؟ ومنظر العصفور وهو بيأكل ابنه حاجة يعني تقطر حنان ورحمة. إلا أنثى الغراب قليلة الأصل بنت اللذينة، تقعد راقدة على البيض، يفقس تقلع. الله، إيه الندالة دي؟ طب كده الفرخ هيموت، ده ضعيف جدا، هياكل منين؟ فيخرج من البيضة لحمة حمراء صغيرة، وبعدين مغطى بما كان في البيض من هذا السائل اللي هو خبيث الرائحة. قال لك الجراد إذا شم هذه الرائحة، إذا وجد هذه الرائحة يسقط على النعاب. شوفوا كده، لحمية حمراء متلغمطة بزفارة وريحتها مش طيبة، يجي الجراد ايه؟ ينزل عليه. وألذ طعام لفرخ الغراب الصغير هو الجراد. سبحان الله، يعني الرزق جاله لحد ايه؟ عنده. يبقى رزقك رازق النعاب في العش. صلوا على رسول الله. هذا يذكرني بما ذكره ابن الجوزي في إحدى كتبه. قال: جلس فلاح بعد يوم طويل من العمل والكدح يأكل. زوجته جايبه له لحم، وضع اللحم أمامه وهم بالطعام، وإذا بعصفور يخطف قطعة لحم ويطير. عجب الفلاح، منذ متى والعصافير تخطف اللحم وتأكل اللحم؟ تبع العصفور، تتبعه، وإذا بالعصفور يطير ويقف عند جحر ويصدر صوتا، وإذا بحية عمياء تخرج من جحرها وتفغر فاها، وإذا بالعصفور يطير ويلقي بقطعة اللحم في فم الحية ويطير. من الذي سخر العصفور لخدمة عدوه العاجز؟ إنه الله. أعاجيب في هذا الكون، أعاجيب. إذا نظرت إلى السماء ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى الأرض ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى النبات ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى الحشرات ستقول سبحان الله. الفأرة الكيميائية. حد هنا خريج كلية علوم قسم كيمياء؟ حد هنا كيميائي؟ هل سمعتم عن الفأرة الكيميائية؟ حد سمع عن الفأرة الكيميائية؟ كل فأرة كيميائية ايه؟ دكتورة في الجامعة دي ولا ايه؟ بتدرس كيمياء للفيران؟ اسمع، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، أي نعم إن لم تخن الذاكرة هو مفتاح دار السعادة، قال: ومن عجيب أمر الفأرة أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة فنقص وعز عليها الوصول إليه، ذهبت وحملت في فمها الماء وصبته في الجرة، فينزل الماء إلى أسفل ويرتفع الزيت إلى أعلى، فتشرب الزيت. واخد بالك؟ تشرب الزيت من الجرة الفارة، خلاص الزيت بقى تحت مش طيلاه، تملى بقها مية وتضخه، تفضي المية في إزازة الزيت، يوم المية كثافتها ثقيلة تنزل لتحت، والزيت كثافته أقل من كثافة الماء فيطفو لأعلى فتشرب الزيت. قل لي بربك، من الذي علم الفأرة
أن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء. من الذي علم الفأر هذا الفرع من علوم الكيمياء؟ مين يا أخوانا؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قصة طريفة ذكرها بعض أهل العلم، قصة واقعية، كل اللي فات ده واقع حقائق. قال طبيب يعمل في فرع العظام، طبيب يعالج مرضى العظام، خرج مرة من بيته إلى عيادته وإذ به يرى كلبا رجله مكسورة، كلب بيعرج، فرق له وأخذه معه إلى عيادته وجبس له رجليه وركنه في العيادة لحد ما الكلب تماثل للشفاء وخد يومين للنقاهة وخف وسابه. الرحمة والرفق بالحيوان. احنا أكثر أمة ترحم الحيوان، مش كده؟ ما عندناش مصارعة تيران نقعد نتفرج على واحد بيقطع في دابة ونسقف له. ما عندناش مصارعة ديوك، ما عندناش الكلام ده. عندنا في السنة أن امرأة من بني إسرائيل من البغايا سقط كلبا فغفر الله لها. عندنا في السنة أن لنا في كل ذات كبد رطبة أجر. ده لو واحد زرع شجرة بغرض أنه ينتفع بيها، كل من استظل بظلها أخذ صاحبها عليه أجر. كل عصفور عشش فيها، عملها المساكن الشعبية للعصافير، يأخذ عليها أجر. كل حباية أكلها عصفور. شوف الإسلام بيحرضك على فعل الخير إزاي. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب إيه؟ الإيمان. ديننا عظيم جدا يا أخوان. الراجل عالج الكلب، جبس له رجليه وركنوا عنده يأكله ويسقيه لحد ما خف، أطلق سراحة. بعد أسبوع، دكتور بيحكي يقول بعد أسبوع خرجت من بيتي إلى عيادتي فوجدت أمام باب العيادة الكلب الذي عالجته، وقد جاءني بكلب آخر رجله مكسورة. يعني قال له إيه؟ أنت مكسور؟ تعال أوديك لواحد صاحبي، واحد صاحبي يعالجك ببلاش. سبحان الملك، جاب له زباين يعني. سبحان الله سبحان الله. إياك فاكر إن هذه الأشياء ليس لها عقول. لا، تقول لا ما لهاش عقول لأنها بهايم. ولك هذه الأشياء بهائم. ليه بهايم؟ ليه تسمت بهايم؟ عشان ما بتفهمش. أقول لك غلط، ده تسمت بهايم علشان أنت اللي مش فاهمها، يبقى أنت اللي ما بتفهمش. يا ابني ده كل الحيوانات دي بتسبح، ده كلها بيسجد عندها عقول. لكن أنت أكمل مخلوقات الله عقلا. ده ساعات بيبقى أحيانا حيوان أعقل من إنسان وأحرص على الخير من إنسان. فينا واحد عنده حرص هدهد سليمان عليه السلام، دولة بحالها أسلمت بسبب سيدك الهدهد. صح؟ عندنا نملة حريصة على، عندنا بني آدم حريص على أهله زي نملة سليمان. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا سلام على هذه النملة، أمرت ونهت وعذرت. الله، أمرت بالمعروف، ما قالتش نفسي وبعد الطوفان. هي شايفة سليمان استخبت، عايزة الخير لأهلها، هتموتوا استخبوا. وأحسنت الظن بسيدنا سليمان وهم لا يشعرون. سبحان الملك. فين بقى الراجل اللي ساب عياله ومراته من هذه النملة؟ وربنا قال لك
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خاف عليهم زي ما نملة سليمان خافت على عشيرتها. انت بتأمر بالمعروف، بتنهى عن المنكر، بتبلغ الدعوة، خليك ربع هدهد سليمان، ربعه. فما تفتكرش ان الاشياء دي لا تفهم، لا تفهم، بس المفروض انك افهم خلق الله، مش كده؟ يعني ممكن واحد يروح الارياف، خالي ولا يا عمي خدني معاك الغيط، تعالى. عمك خدك الغيط معاه، قعدت شوية في الأيالة زي ما الفلاحين بيقولوا، مش انت بقى واد بتاع مصر بسكويت، مش بتاع الشمس، انت واد بسكويت. طب يا حاج عايز ارجع الدار، ارجع البيت. لك وماله، ارجع. ارجع ازاي يا عم الحاج؟ اتوه، ده انت دخلتني في شارع من جوه شارع وعديت غيط في قناية في كوبري، اتوه يا عم. طيب اسكت اتنيل، اركب الحمار وهو يروحك. صح ولا مش صح؟ تركب الحمار وتنام هو يمشي. بنشوف بعض العربجية نايم على العربية في الهواء الطلق والحمار عارف السكة، تقول لي ما بيفهمش. صلوا على رسول الله. فهذه الأشياء اتسمت بهائم ليه؟ مش عشان ما بتفهمش، ده عشان انت اللي أحوالها مبهمة عليك، انت اللي مش فاهم. اسمع الدليل على هذا الكلام. قال ربنا عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انت اللي مش فاهم، لا تفقه، لا تفهم. أي نعم. سياحة فكرية في عالم، سياحة فكرية في اليمن. رجل بريطاني مع امرأة بريطانية زوجته راحوا اليمن، قابلوا عالم من علماء اليمن، قالوا له: أمسلم أنت؟ قال: أيوة، رايحين يشتغلوا على المسلمين، رايحين يشتغلوا على المسلمين ينصروهم، ولا يلامون في هذا. كل واحد حريص على ان الناس تدخل في دينه، انما اللي يلام في التقصير عن شأن الدعوة مين؟ احنا المسلمين. احنا اللي بقينا صورة شوهاء للإسلام، احنا اللي همنا نغتاب ده ونقطع في ده، وده مش عاجب، وده مش عارف، وده ما بيعرفش، وده مش عالم، وده جاهل، وده صحفي، وده مش عارف. وتلاقي المتكلم لو اتكلم 5 دقائق يبقى أضل من دابة أهله. فين دورك؟ ورينا أنت، ورينا الشغل. مفيش. رجل بريطاني ذهب إلى اليمن للتنصير، قابل مسلم، قال له: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: دينكم عبارة عن خرافات وأساطير. قال: بل هو دين العلم والعقل. هو عايز يكلمه ويدخل له من المدخل بتاعه، لا، ديننا دين العلم والعقل. قال: سأسألك سؤالا واحدا، من تعبد؟ من تعبد؟ قال: أعبد الله. قال: قل لي ما طول هذا الإله وما عرضه؟ وصفوا لي بقى، طول إلهك كام فعرض كام؟ استغفر الله، استغفر الله. قال: وأنت تحب زوجتك؟ رد على السؤال بسؤال. قال له: سيبك من السؤال بتاعي، سعادتك يا خواجة بتحب مراتك؟ قال له: جدا. قال: ما طول هذا الحب وما عرضه؟ الحب طوله قد ايه في عرض كام؟ كام في كام؟ قال: وهل يقاس الحب بالكيلومترات؟ قال: سبحان الله، الحب مخلوق من مخلوقات الله، لا يخضع لمقياس، وتريد أن تدخل الله جل جلاله تحت المقياس. يا هذا، الله لا يشبه الناس ولا يدخل تحت المقياس،
ولا تدركه في الدنيا أي حواس. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قرعته وقعت في عالم. تخيل لو نزل الويل ده كان خربها. ربنا قال عن نفسه في قرآنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أوصفه لك إزاي إن كان ليس كمثله شيء؟ أما واحد بيحب يوصف حاجة يقول لك فلان طويل زي النخلة، عريض زي كذا. ربنا ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. أي نعم. بعد هذا التطواف البسيط في صفحة الكون، ينبغي على كل مسلم عاقل أن يقف مع نفسه وقفة صادقة يراقب فيها ربه ويعدل فيها مسيرته، ويتحول من الغفلة إلى اليقظة، ومن الكسل إلى الجد، ومن التكالب على الدنيا إلى المسارعة في خيرات الآخرة. ولتعلم يا عبد الله أنك الآن فوق الأرض، وغدا ستصير تحت الأرض. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين العظيم إذا ما افتخر. تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. يا أخي لو تعبت من التفكير والنظر في الكون انظر في نفسك، أفلا تبصر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ في نفسك عجائب وغرائب وحقائق مذهلة. انظر إلى العقل، المخ. عالم ياباني قال لو حبينا نعمل حاجة زي مخ الإنسان محتاجين عمارة ارتفاعها 20 دور، يعني 20 طابق ملآنة بالعقول الإلكترونية، وبرضه اللي هيشغلها مين؟ إنسان. مخ رطل ولا رطلين في تجويف الرأس في 20 مليون خلية. 20 مليون خلية، كل سنت في جسمك، كل عضو مسؤول عنه عصب في المخ، صح؟ عشان أعمل إيدي كده في أقل من النالو ثانية بتاعت أحمد زويل، أقل من النالو ثانية اليد أصدرت إشارة إلى المخ، يا مخ تسمح لي حضرتك أطلع لفوق زي ما الراجل ده عايز؟ المخ بتاعي محترم، قال لها طوعيه وخليكي حلوة، راحت عاملة كده. طب انزل، إشارة انزلي. طب العيد في ثواني، في أقل من النالو ثانية. سبحان الملك. ولأنه عضو غالي جدا ربنا حماه في قلعة من العظام، تلاقي واحد بيضرب بالدماغ ومخه زي ما هو. سبحان الله العظيم. هذا المخ. أما إذا نظرت للقلب هو من أغلى أعضاء الإنسان، لأنه غالي جدا، حفظه الله عز وجل وراء غابة من الدروع العظمية، أضلع تحميه. سألتش نفسك القلب لو كان في اليد كان حالك بقى إيه؟ أول صدمة تموت. ربنا أخفاه خلف غابة من الدروع العظمية. حكمة في بديع صنعه سبحانه وتعالى. فلو نظرت في نفسك وتأملت ستقول سبحان الله، ولو نظرت إلى ما فوقك أو ما تحتك أو ما أمامك ستقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم احمد الله على أن أكرمك بالإسلام الذي في كل ساعة ومع كل اكتشاف تزداد يقين على يقينك. هذه الأشياء ما بتزودش في يقيننا خردلة.
احنا مش مستنين اكتشاف عشان ايماننا يزيد، لا، احنا مؤمنين بهذا القرآن لأنه جاء به الصادق الأمين. خلاص خلاص. لكن احمد الله أنه يزيدك يقين على هذا اليقين، وقل بكل ذرة في جسمك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم.